السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقائق أغرب من الخيال. نبدأ هذا الفيديو بحقائق أغرب من الخيال، ألا وهي صخور حية تتحرك في رومانيا. سبحان الله العظيم وبحمده. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان مالك الملك ذو الجلال والإكرام. لا تزال الطبيعة تفاجئنا بخبايا وأسرار لا نعلمها، لا تعد ولا تحصى، كلها من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى تتجلى في مخلوقاته. ففي ظاهرة عجيبة غريبة تم اكتشاف صخور حية لديها القدرة على النمو والتكاثر، حيث اكتشف الباحثون صخور تدعى بصخور تروفانت، والتي عرفت بأنها صخور حية لديها القدرة على النمو بحوالي بوصتين كل 1000 عام. تنمو هذه الصخور بحوالي بوصتين كل 1000 عام. وعلى الرغم من أن هذه الصخور ليست على قيد الحياة، لكن وصفها السكان المحليون هناك والسياح بأنها صخور حية، وذلك بسبب الطريقة التي يبدو أنها تتغير بها مع مرور الوقت. تلك الصخور تم اكتشافها عبارة عن هياكل معدنية فريدة تحاكي حياة النباتات والثدييات، وفق ما أعلنته قناة سكاي نيوز عربية. وفي تقرير آخر عن صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت أن الأحجار المنتفخة الغريبة تنمو بنفس طريقة نمو الأنسجة النباتية، وتلد أحجارا جديدة تماما مثل الحيوانات. أورتورفانت في قرية رومانية صغيرة تسمى كوستي سيتي، حيث تبدو وكأنها فقاعات منفوخة مصنوعة من الصخور تتنوع بشكل كبير في الحجم، إذ يمتد بعضها عدة أقدام في القطر، والبعض الآخر صغير بما يكفي ليحمل في راحة اليد. سبحان الله العظيم وبحمده. صخور تورفانت لا تظهر ببساطة من الأرض، فهي موجودة في كتلة من الرمال من مختلف العصور الجيولوجية التي تصل إلى نتوءات طبيعية أو في مقالع الرمال، وتنمو ببطء مع مرور الوقت في ظل وجود مياه الأمطار. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتذكر عظمة الخالق المبدع. سبحان الله العظيم وبحمده. حقا إنها أغرب من الخيال. شكرا جزيلا. دمتم في أمان الله.